راديو روح وحياة. لكل واحد فينا اوضته المقفول عليها. ما ينفعش اسيب الباب مفتوح لأي حد يدخل ويخرج براحته. الحدود هي افضل طريقة لكل واحد حابب يعيش في سلام وراحة بال. معرفة حدودك تخليك ما تتدخلش في خصوصيات غيرك، وكمان تخلي الطرف التاني يتفهم حدوده. ولو بصينا في الإنجيل نلاقي أمثلة كتيرة حطت حدود لنفسها وناس تانية لأ. أبونا إبراهيم وابن أخوه لوط لما حدثت مشاجرة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك، إن ذهبت يمينا فأنا يسارا، وإن ذهبت شمالا فأنا جنوبا. ووضع حد بينه وبين ابن أخوه علشان يعيش في هدوء وسلام. ونشوف الفريسيين لما أتوا بالمرأة التي أمسكت في ذات الفعل لرب المجد علشان يحاكمها، لكن السيد المسيح قدم لهم أكبر درس: إن كان أحد منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. ولقى المسيح بكل حب قال للمرأة: أما دانك أحد؟ بصت ما لقيتش اللي كانوا عايزين يرجموها. قالت له: لا يا سيد. فقال لها بكل حب وبكل احترام لخصوصيتها وعدم جرح مشاعرها: ولا أنا، اذهبي بسلام. يا ريت كلنا نعمل حدود، وكمان نراعي حدود الآخرين. الحاجة اللي مش هتفيدني روحيا بلاش منها. ما تحاولش تعرف أسرار غيرك بغير إرادته. احترم خصوصيته. حتى أقرب الناس ليك، زوجتك، أختك، أخوك أو ابنك أو بنتك. والسيد المسيح لكل المجد بيقول: ها أنا واقف على الباب وأقرأ، إن فتح أحد لي أدخل وأتعشى معه. لكن ما شفناش ربنا بيقتحم حياة إنسان ويدخلها غصب عنه. مش عيب إنك تقول اللي قدامك: لو سمحت إلزم حدودك وما تتعدهاش. في قصة المولود أعمى لما شافاه رب المجد، جم اليهود يسألوا أبوه وأمه وقالوا لهم: مين اللي فتح عينين ابنكم؟ قالوا جملة حلوة خالص. قالوا لهم: هو كامل السن، اسألوه. ما اقتحموش خصوصيته. اتعلم، مش أي حاجة تنفع تتحكي للناس، وكمان مش لازم أعرف كل حاجة عن اللي قدامي، سواء صديق أو جار أو حتى أقرب الأقربين. يا ريت نعزز الحدود ما بين بعضنا، وكمان نحمي أولادنا من إن أي حد يقتحم خصوصياتهم، ونعيش زي ما بيقول الإنجيل: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. راديو روح وحياة. شكرا ليكم مستمعين الراديو روح وحياة. نتمنى نكون فرحناكم وقدرنا نوصل رسالتنا ليكم النهاردة. واستنونا في الحلقة الجاية برسالة جديدة. سلام.